فطيرة الدجاج بس مش حيلا فطيرة رح تدمنوها قد ما طلعت طيبة. ما معقول. خلونا نبلش بالعجينة. ملعقة سكر كبيرة، ملعقة خميرة، وكباية حليب دافي. نتركن 10 دقايق مثل العادة، وبعدين منزيد ربع كباية من زيت الزيتون، وعندي هون فنجانين من الطحين المنخول. منزيده على دفعات، أول شي نص الدفعة، وبس يصير هيك منتركه 5 دقايق يرتاح، وبنرجع منكمل الكمية الباقية مع ملعقة ملح صغيرة، ومنضلنا نعجن شي 5 دقايق. هلا إذا ما عندكم عجانة على إيدكم ما بيأثر، بس عجنوا قد ما بتقدروا. بدها تطلع العجينة هيك شوية زيت على إيدكم، شكلوها وحطوها بالجد. نجي للحشوة. ملعقتين زيت، بصل مقطع، كتروا بصل، حطيت كمان بصل أخضر طيب فيها. منحط توم مهروس، منقطع الدجاج مكعبات كتير صغار ومنقليهم، ما تحركون كتير تما ينزلوا مي. وبعد ما نقلل الدجاج منيح منضيف جزر، ذرة، وفطر، فيكن فطر فريش. وعندي هون جبنة كريمية قابلة للدهن، فيكن تحطوا قشطة على فكرة محل الجبنة بتزبط. وبهارات رح اذكرهم تحت الفيديو، شوية مي منخلطهم وفوق الخليط. منحرك شوي والحشوة جاهزة. ومنرجع هلا للعجينه، تركتها ساعه ونص تقريبا، شوفوا كيف خمرت. منقطعها قسمين، اول قسم منمده منرقه بالشوبك ومنحطه بقالب التارت. هيدا اذا ما عندكم هيدا القالب فيكم بايركس عادي، بس مدوها وطلعوها على الجوانب اوكي، وما تسمكوها كتير، رفعوها بقلب الحشوه. جبنة موتزاريلا، شوية كريمة طبخ أو حليب إذا ما عندكم كريمة. وبترجعوا القسم الثاني من العجينة منرقها بنفس الطريقة ومنحطها من فوق، ومنمرق الشوبك عن الجوانب حتى كل شي زوايد ينشال، وبتسكروها بتتأكدوا إنه سكرت من كل الجهات. دهنتها أنا هون بشوي بقدونس وكريمة طبخ، فيكن محل كريمة مثل ما قلت لكم حليب. حطيت موتزاريلا، فيكم كمان توم تحطوا بالخلطة تدهنوها، توم وبقدونس وكريمة. المهم زينتها بجبنة حبة البركة سمسم، وعلى الفرن أخذت 10 دقايق ماكسيموم، كان حامل أنا قبل. شو طلعت بتشهي قد ما طيبة. أنا أكيد إنكم رح تدمنوها. ما معقول العجينة شو طيبة. وانتبهوا، هاي العجينة فيكن تعملوها لكل شي، فيكن تعملوا فيها مناقيش، فيكن تعملوا فيها فطاير، شو ما بدكن، لازم تجربوها.